أنا كنت عسكري أدام في كركوك، وسائق من عمر فوز، قاعد بسيارتي سيارة لانجدروز أنا عندي، وأنا قلبت الأخبار وسمعت الخبر بالبيان الداع بالتلفزيون عن طريق الأخبار. استشهد أحد المراجع الديان في النجف محمد صلى الله عليه وسلم. ما صدقت، ما كنت قلت لك يعني صدمة كل السبيرة عليه، ما صدقت هذا الحكي. جيت طلعت من أخذت إجازة، طلعت مسلكت من جيت لبغداد النجف، قلت أدخل نجف ما قدرت لأن جاني تبليغ إن اسمي ضمن القائمة المطلوبين. رجعت لوحدتي، شفت التصوير بالتلفزيون بعيني شلون استشهاده، وبعدين طلعوه انه هو عسكري مضروب طلقه براسه. يعني انتهت حياتي. ما اقول لك يعني اقول لك ما تألمت كبكي وكألم لا وكجرح، بس صرت يتيم بعد. يعني كان ما يعني واحد شلون فقد ابوه وفتشي. يعني انا ابويا ما كان هو كان ابو الروح لي، هو الاب الوقف كل شيء، يعني وفر كل شيء. جينا قعد احتار الحليم بيا، بريد جفوني خطب صدرنا، مرسالي الحزين وصل خبرنا، بريد جفوني خطب صدرنا، مرسال الدميع وصل خبرنا، بعد بجية ودمعتين نظرنا يموت بعمرنا. عمرنا بريد جفوننا خاطب صدورنا. أنت تلاحظ وأنا ألاحظ وكل عاقل يلاحظ على وجه البشرية، وليس في النجف وليس في العراق فقط، وليس في هذا الجيل بل في كل جيل من آدم إلى يوم القيامة، أن الخشوادم يؤمنون بالله والمو خشوادم لا يؤمنون بالله. هذا هو مختصر مفيد، أن المؤمنين بالله عندهم إنسانية وعندهم إنصاف وعندهم طيبة وعندهم إخلاص، مع ذلك من الصفات التي تتوخى ونتمناها لأي إنسان. زين. في مقابله الذين لا يؤمنون بالله، حبيبي شرمخون وجهك وإيدك ورجلك. هذا هو مكر فسق منحرفين ظلما إلى آخره. هذا هو محمد قدس الله سره السيد. يعني أنت من تشوف خطبة 45 من ذكر النصارى وخطبة الكيولية وغيرها، ذكر بها النصارى خطبة 39 45 خطبة هو خطب. يعني من ضمن ال 45 خطبة تكمل بالعشر خطب حضرتها. خطبة 39 يا أمير المؤمنين إنك النور المبين إله العالمين، يوم ذكر استشهاد السيد كانت خطبة 39. يعني وأنت تقول تقول هو تحس مثل ما فقده. يعني هو في ذاك الوقت هو يعلم نفسه هو حيودع الدنيا، يعني ما له، بس كتأثير علينا مو علي يعني بالذات كأني مقلد محمد صدر أو يعني لا. يعني لو شو أسوي بعد ما أجازي محمد صدر المكان انطاني مدد أهل البيت عليه السلام. أنا مرات أفكر بيني وبين نفسي، أنام على مخدة الحمد لله شكرا. وكان يعني قلت لك حتى عندي خليجة ومحمد هسه السيد قد صار قال لي من تتزوج جاك ولد تسميه محمد تسميه خليجة أول اثنين. قلت له ليه سيدنا ما اسميهم علي وفاطمة؟ قال لا سمي محمد لأن حبتني النبي بعد دينا سميه محمد حتى يبقى محمد صدر في بالك. سميت ابني محمد حبة للسيد، سميني محمد. عندي محمد علي وعندي خليجة وسهيل، هسه عندي 4 أطفال الحمد لله والشكر. وسميت خليجة حسب الوصية مالته الحمد لله والشكر. قلت له أنت عدل مو عدل، يعني إذا الله رزقني بزوجة صالحة
وصار عندي زوجة، هذا أحد علي أن أسمي أولادي هذا الاسم. والحمد لله جتني خليجة جتني محمد، وجاني علي سميني الحمد لله. فأنت لا تقول لي محمد صدر له تأثيره. وأنا أسف على هذا الجيل، أسف على هذا الوقت هسه ماكو اهتمام لمحمد صدر، مع أنه هو دم محمد صدر سبب سقوط النظام الطاغية. دم محمد صدر هو اللي خلى الشباب هسه شوف ما زال محمد صدر موجود في الدنيا، يعني رغم هو اختفاء عن الدنيا لكن هو موجود في قلوبنا وعايش في معانا بأي لحظة. محمد صدر مو مجرد يعني أب روحي إجا للدنيا أو قدم رسالة، أو يعني هاي مدينة الصدر هسه سميت باسمها مدينة الصدر. المعامل مدينة الصدر الثالثة، مدينة الصدر الثانية، المناطق سميت. شوف يعني شوف وين ما تروح الطفل زين. شوف أنا شوف ابني هالقد بعد ما راح المدرسة يقول له شنو أنت؟ يقول لك أنا صدري. صور ما السيد ببيتنا يعرف هذا منو هذا منو، يقول بابا محمد صدر السيد. زين هذا شنو هالطفل يخليه يحب محمد صدر؟ لأن هو زرع الحب مو بس بالكبار، زرع الحب بالصغار وبالنساء وبالأطفال. وشوف مدينة الصدر هاي كانت بالثورة كانت تلقى الشباب كلهم شعارهم ذاك الوقت وشوف بريكية وما شنو وهذا كذا، بس منظر حتى هذا اللي كان ما يعرف يصلي قام يمنع أخته وقت التلفزيون يباع كذا شغلات، فزرع حب. بس أنا أقول أسف، يعني أقول أسف كل شيء ما راح محمد صدر، ما ظلينا مهاجين بخطه. صح سيد مقتدى الله حفظه موجود وإن شاء الله يكمل رسالته ويكملها، وما قصر سيد مقتدى الله خير جزاه. رابطة المعتنق بالإسلام قبل احنا كنا مسمينها رابطة المسيحيين معتنقين الإسلام، ما كنا نسميها رابطة معتنقين، رابطة المسيحيين. بس مش لقى الاستقبال من قبل الصابئي واليزيدي بده يدخل بولاية أهل البيت، فأبو علي هو رئيس الرابطة حسين غير اسمه رابطة معتنق حتى لا يحسون اكو تفرقة انه رابطة بس مسيحيين معتنقين بالإسلام. فشفت انا تفاجأت، قال انا ابغى كل المسيحيين بالبداية، ماكو يعني غير مسيحي يدخل الإسلام. بس من شفت صابئي ويزيدي وقصة اليزيدي هاي ضربت بالطابوق وقتلوا أهلها، هي أختها موجودة هسه متزوجة اسمها أم ليث، هاي تسكن في منطقة البلديات، تصير أقربائها بتعمى أختها تصير يعني لازم من زوجها سيد هسه مسلم زوجها، يعني هم هاي اثنين. هاي اللي اسموها قتلوها بالموصل، وهاي اللي هربت للعراق زوجها سيد موجود في مسلم. فشوف ليش هاي يعني جت عافت شافت شو ليش جت دخلت الإسلام هاي، اكو راي سؤال وجواب. الصابئ واليزيدي ليش اجى؟ المسيح ليش اجى؟ والله احنا نقول لحقنا على السيد 13 عائله استسلمت صلى بنا على الكعبه و13 عائله كانوا وياهم. الامام مهتدى ليش اجى بايع السيد استشهد؟ ابو نادر انطى شهيد ابنه ايضا استشهد في احداث من وزاره ابو عبد الله الحسين. فليش اكو اطباء غير اكو مسيحيين ايضا استشهدوا في سبيل المذهب في سبيل الولايه؟ لأن إذا اللي يقول دين الحق، لأن نفذ وصية عيسى عليه السلام عندما قال سوف يأتي نبي من بعد اسمه أحمد فاتبعوه. يعني ما طلعنا على الطريق ولا سنفذ إجرام بحق نفسنا. وثانيا القرآن يقول يعني وصية الوالدين عليه من صاحبه في الدنيا وما صاحبه في الدنيا معروفة. إذا ما خالفت أمر الله سبحانه وتعالى ولا كفرت ولا أشركت، لأن هو نبي بعد إذا وصى بهذا الدين. ويقول لك لا دين بعد الإسلام، هو خير الأديان والدين محمد صلى الله عليه وسلم ختم الأديان السماوات كلها. يعني لا دين بعد الإسلام لا نبي بعد محمد. إذا نبي بعد محمد ما أجى حتى هو كان خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما ليس هناك أي موجب لإرسال النبي صلى الله عليه وآله رسائل إلى زعماء العالم يومئذ وملوكها، فإنهم لم يسألوه ولم يتعرضوا به إطلاقا. هو دق بابهم واحدا يقول لا، ولنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله يقول لا. سبحان الله. كما ليس هناك إذا صح هذا المبنى المشهوري أي موجب لإرسال النبي صلى الله عليه وآله رسائل إلى زعماء العالم يومئذ وملوكها، فإنهم لم يسألوه ولم يتعرضوا به إطلاقا. الأمر الذي نعرف به بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله مع الحوزة الناطقة المجاهدة وليس مع الحوزة الأخرى. بل من المستطاع القول، لاحظوا هذا أيضا قليل سامعين ربما ما مفكرين به أصلا. اسمعوني، إن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومون سلام الله عليهم والمعصومين سلام الله عليهم من الحوزة الناطقة المجاهدة
وليس فقط مع الحوزة وإنما هم من الحوزة.